3 أفلام أحلى من بعض وهساعدك تختار أنهي واحد تتفرج عليه. آخر 3 أفلام نزلوا في 2024 هساعدك تختار أنهي فيلم تتفرج عليه وأنهي فيلم هتسك عليه. أول فيلم وهو فيلم الهنا اللي أنا فيه. انت اللي بتجبر مراتك توفر لك الهدوء والراحة في بيتك. الفيلم بطولة كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي. أحمد وهنا دول نعمة من عند ربنا. الفيلم كوميدي بيحكي عن أحمد دكتور متجوز وعنده عيلة وبيعمل فيديوهات على السوشيال ميديا علشان يقول نصايح عن الجواز والمتجوزين والست والراجل ازاي يتعاملوا مع بعض عشان يكونوا مبسوطين في حياتهم الزوجية. اعتبر نفسك بيانو وسيب صوابعها تلعب عليك. طلقني. نعم انتي اتطلقتي؟ مبروك. بس بيحصل حاجة ومراته بتكتشف سر أو بتعرف حاجة فبتطلب من صاحبتها إنها تتجوز جوزها. جوزك اللي هو مين؟ أحمد؟ لا مستحيل. ايه الله، فوزية الفوزية بتاعت الفوزية. يا زلمة أنا سبته يا فندم. هو حضرتك جوزها؟ اه ودي العروسة؟ أيوة مظبوط. يا ابن الايه؟ اتنين يا دكتور. علي وحسين. ليه وإيه اللي حصل هنعرف لما نتفرج على الفيلم. ركزي ويايا عايزك في حوار عمري ما الف وادور فوقي بس معايا في كلام ليك انا عندي في زوري محشور. ركزي ويايا عايزك في حوار عمري ما الف وادور فوقي بس معايا في كلام ليك انا عندي في زوري محشور. جاهزه؟ يلا. الفيلم التاني وهو فيلم بضع ساعات في يوم ما. لو سمحت معاك شاحن موبايل، باور بانك، أي حاجة. كان معايا اخر سيجاره وقعت دلوقتي. الفيلم بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد صلاح السعدني، أسماء جلال، محمد الشرنوبي وهدى المفتي. وهو بيحكي عن مواقف وأحداث بتحصل في 8 ساعات بس لما نشوف اسطوره ال8 ساعات دي اخرتها ايه. بين مجموعة أشخاص مختلفين وغير مرتبطين ببعض. وهو فيلم رومانسي بالدرجة الأولى. بتحبوا ايه بقى؟ انا كده مش فاهم. نظرة عين معينة، لمسة إيد، حضن. كلمة بحبك دي طبعا بتجيب من الآخر. أنا بحبك وهفضل أحبك طول عمري. حضرتك قلت لي ان اي بنت في الدنيا تتمنى راجل زيك. تعرف أنا بحبك. وفيه شوية كوميديا. مصاحبه بقى ولا متجوزه ولا دنيتك ايه انت؟ 4 إكسات ونص. نص. الفيلم متاخد عن رواية بنفس اسم الفيلم. الفيلم خلص تصويره من 3 سنين واتأجل عرضه أكتر من مرة، والمفروض إن آخر كلام إنه هينزل يوم 26 ديسمبر. انا بحاول ابسطك باي طريقه وانت مفيش اي حاجه بترضيك. معلش أصل هما ستات كده نكدين. ندي لنفسه الحق إن هو يكلم ناس غريبة. أنا هسمع كلام كل الدنيا وهقبل. جوك نعني ده ما يمشيش معايا. الصح صح والغلط غلط. انت رايحه فين؟ وهو من إخراج عثمان أبو لبن. بوعدك اني هفضل جنبك طول عمري واني مش هسيبك تبقي لوحدك. ياللي انت قلبك يا ما أذاك تهرب لفين من شيء جواك وتخبي نفسك فين من الحب. كل السكك بتودي هناك. تالت فيلم هو فيلم الحريفة 2 الريمونتادا. كنت واخدهم على هادي في الاول بس الفتره الجايه هبقى سخن. بعد النجاح الجامد جدا لفيلم الحريفة وبعد ما حقق إيرادات وصلت لأكتر من 75 مليون في سينمات مصر بس، حرفة والناس حبتنا. في نفس السنة بينزل فيلم الحريفة 2 الريمونتادا. How you doing؟ بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي ونور إيهاب. تيجي نلعب جولة أنا وين، نعمل 1 2 أنا وين، كلها عارفين إن إحنا حقيقة قوي في حتتنا علشان جامدين أنا وأنت. الناس كلها حبتنا يفضلوا يجيبوا في سيرتنا علشان حريف أنا وأنت. أنا وأنت أنا وأنت أنا وأنت ومفيش تالتنا. أنا وأنت أنا وأنت كرة وشبكتين والمكسب عايف رايحين. تاخد على العين لو جيت هنا تاخد على العين. أنا دايس على 200 يا زميلي، أنا دايس على 200 في باكات على ونجين حيف احنا ملوك الجيش. هنلعب كوره يعني هنلعب كوره. الفيلم كوميدي اجتماعي وبيحكي عن مجموعة من الشباب اللي هم بيحبوا كرة القدم، لكن مش كل حاجة في حياتهم بتكون سهلة. مش بس بيواجهوا تحديات في اللعبة لكن كمان في حياتهم الشخصية. الدنيا بقى مش امان. أنا مش هروح جامعة ولاد الناس دي. الفيلم بيظهر فيه ضيوف شرف جامدين جدا زي أحمد فهمي،
آسر ياسين وأسماء جلال. هنلعب بجد ونجز ولا نقضيها طبل وشخاليل؟ باجي بخلص الفينش في المقص بعد الماتش قالت تيجي نتعرف بيبي انا ابو الكباتن وابن بلد وبطل القاره فبلاش تتشنج هتيجي تنطش من تحت لتحت في ثانيه حبيبي تتشمس تاسع نهائي فمش متحمس عادي متعود فرقتي بتخوف وزميل متهور فبلاش نتحول انت لسه بعيد حول. دول كانوا 3 أفلام. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل علشان تشوفوا ترشيحات أكتر للأفلام. وكفاية كده عشان أنا تعبت.